السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم طريقة عمل كنافة بالقشطة، طريقة سهلة وبسيطة والطعم رائع يطلع. راح أسوي اليوم الميني كنافة أو كنافة لشخص واحد صغيرة. إذا حابين تسووها الحجم الكبير نفس الخطوات بس وقت أطول بالفرن. راح نحتاج عجينة الكنافة، دهن، شيرة أو القطر، وقشطة. هسه عندي راح أجيب هاي القوالب الصغيرة، راح أدهنها بكمية مناسبة تنطينا اللون الذهبي الحلو للكنافة. وراح أخذ العجينة وأثرمها ثرم ناعم. تحبون تسووها بإيدكم أو بالمقص أو تحبون تحطوها بالمثرامة، نفس الشي، والحجم انتو تتحكمون بيه. وبعد أن ثرمتها راح أفتتها بإيدي، أتأكد أنه ما بيها تكتلات. أكمل الكمية كلها. وهسه راح أجيب ملعقة طعام سكر بودرة أو الشكر الباودر وأضيفه عليها، ونص كوب دهن سائل بدرجة حرارة الغرفة، لا تخلوه حار انتبهوا. وهسه راح أخلط المواد من أشوفها عندي اتجانست. أبدي أوزع بكل قالب جزء من الكنافة تقريبا نصه، وبعدها جبت هاي الطاسة الصغيرونة وقمت أكبس بيها العجينة. وهسه صارت عندي تشوفوها مثل القالب. وهنا عندي أني محضرة القشطة، خليتها بأكياس مال تزيين الكيك، وراح أبدي أخليها بالوسط. حاولوا أنه ما تطخ الحافات مال الصواني أو مال القالب. وراح أعدلها شوية بالملعقة. وهسه راح أضيف باقي الكنافة أو باقي العجينة، وراح أكبسها بإيدي بس على كيفكم كلش، لا تضغطون على القشطة، ما نريدها توصل للحافات. وحميت الفرن على درجة حرارة 350، خليتها على الأسفل ووقتتها 17 دقيقة. إذا ما طلعت عندكم محمرة وحلوة ورا 17 دقيقة رجعوها بالفرن وخلولها كم دقيقة، بس انتبهوا لأنه هاي تحترق بسرعة. وبعدها صارت عندنا جاهزة. راح نرش عليها القطر أو الشيرة طبعا حسب ذوقكم. وصارت عندي ولا أروع، مقرمشة من الخارج والداخل مالتها القشطة كلش طرية وهشة. إن شاء الله تكونون حبيتوا الفيديو واستمتعتوا بالوصفة. ملاحظة، أنا عندي القشطة والشيرة مسويتها بفيديو، إذا حابين ترجعوا له حتى تسووها خطوة بخطوة.